السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. لو أول مرة حبايب رفيع في الشرقية يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراكوا وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو ده فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا. بحبكم جدا في الله، بشكر كل اللي بيسيب لي تعليق حلو، بشكركم جدا على دعمكم ليا وربنا يخليكم ليا ويبارك فيكم يا رب. وطبعا بشكر كل متابعيني من داخل مصر ومن خارج مصر، بشكركم جدا على تفاعلكم معايا. كده طبعا انا كل يوم اقول ايه، انا هغسل السجاد، هطلع اغسل السجاد العصر، هطلع اغسل السجاد بعد ما اخلص اللي ورايا، وللاسف على ما بخلص اللي ورايا بيكون المغرب اذن. فقلت بقى خلاص، كان يوم الجمعة ده روتين يوم الجمعة يا جماعة. فقلت بقى ايه، يعني كانت والدتي قالت تعالي اتغدي معانا، فقلت ماشي. وكنت عامله حسابي ان انا خلاص هروح اتغدى عندهم هناك في البلد، هاخد ولادي وكده، وايه ولادي مسكوا في بعض، لا ده عليها امتحان، لا ده معرفش عليها ايه، المهم مسكوا في بعض. انا حلفت ما انا راح، وقلت يلا بقى النهارده اشد الهمه كده واروح فين، اروح اطلع فوق اغسل السجاد. انا كان عندي شغل في الشقه بس مش اللي هو قد كده، يعني مش اللي هو يعطلني ان انا مغسلش السجاد. ماشي. طبعا جهزت حاجتي، جهزت البرسيل والكولار وكده. وبعدين بصوا يا جماعه، انا كنت بوديه المغسله، فكنت بودي السجاد ده المغسله ايام الرخص، يعني ايام الحاجه ما كانت يعني سعرها حلو كده، كان ب200 جنيه وب180 جنيه. انا على ما وديه النهارده هياخد لي 400 جنيه. ال 400 جنيه دول انا لو رحت بيهم السوق حامله شقتي حاجات لمده اسبوعين. فقلت لا، بما اني سيلفي بقى ربنا يبارك فيه يا رب ويخلي له ولاده، بلط الحته اللي فوق السطوح بتاعته دي اللي فوق شقته. فقلت احنا بقى انا هغسل عليها، هو طبعا مش ممانع يعني. فطلعنا الحاجه وغسلت، بدات بقى قلت ايه، هبدأ كده اليوم من الأول. على ما فطرت ولادي طبعا وشفت طيوري وكده وحاجة بيتي شقتي تحت، اللي هي ايه الحاجة مش الشغل اللي بالكوا فيه يعني. جيت بقى عندي الموكيتة ديت، بصوا انا انسكيت فيها اصلا وانا بشتريها، هي عندي من زمان بصراحة، يعني هلكت فيها هلك محترم، بس عندي من زمان. وجيت بتهري جبس كده. انصحكم ان انتوا لما تيجوا تجيبوا موكيتة او سجاد، بصوا بشوفوا الظهرية بتاعته كويس جدا، علشان ايه، ما يحصلكوش زي ما حصل معايا كده. كانت دابت طبعا لان كنت سبتها في الشمس شوية، فقامت دابت. فقلت بقى انا هقصقصها على قد الاوض، بما انها كده كده ما عادتش نافعه الصاله، فانا ما ينفعش ان انا اسيبها كده واهدرها، فانا هاخدها على قد الاوض وهتشوف انا هعمل فيها ايه. العصايه اللي معايا ديت انا كنت قست مقاس الاوضه ومقاس الاوضه، وقمت ايه، وقمت جيت يا جماعه ان انا اقصها، لقيت الحته اللي فاضله مربعه. فقلت خلاص بقى لقيتها كده، فقلت خلاص هقسمها نصين. الحته التانية دي انا لقيت فيها عفوا يا جماعه، لقيت فيها حته دايبه، فقمت قصاها وقلت برضه هستخدمها، مش ان انا يعني يا جماعه ايه، ان انا مش هستخدمها، لا خساره، انا هستخدمها لعند ما تعمل كفايتها. شوفوا يا جماعه، شوفوا بتعمل ازاي، شوفوا. انا بقى شلت الحته دي، يعني انا شلت منها شويه ومتى طلعت شلت منها شويه، اللي هي ماما طلعت شلت منها شويه وهي قاعده كده. قالت دي اللي سندها، قلت لها بالعكس دي اللي بتهري، فانا عايزه البتاع الابيض اللي عامل زي الجبس ده انا عايزه اشيله، بحيث ان انا لما افرشها في الاوض ما تعملش. قالت دي اللي بتسند الموكيته، مش انا عادي يعني ما تفرقش معايا تسند الموكيته او ما تسندش الموكيته، احنا كده كده مش بنبطل تنظيف. كل الحاجات اللي على السطح ديت عايزه غسيل. وصلت الخرطوم، جبت الخرطوم طبعا، واحنا لما الخزان بتاعي كان اتخرم، كان اتخرق وكده ولقيته مصد من قلبه. طبعا ما تشتروش حاجه مستعمله، نصيحه مني ليكو، لان طبعا محدش بيبيع حاجه مستعمله الا لما يكون هلكها، وبالذات خزانات الميه والحاجات دي. اهدي ماما واحمد عمالين هم يشيلوا الظهرية اللي في الظهر المكتة. هي سهلة بس لازم اتنين يشدوها. هرجع لحضراتكم تاني. الخزان لما فتحته للأسف انا ما كنتش شفته، او جوزي ما كانش شافه،
وهو جايبه. فللأسف لما اتفتح يا جماعة لقيناه كله لحام من جوه، وهو كده كده اصلا خزان صاج، يعني ده كله عمل صدى. بس يلا الحمد لله، ان كان اللي بايعه فرحان ان هو كسب في حاجة، فيعني ايه، يلا الحمد لله، انا ما اقدرش اقول حاجة غير كده. جبت طبعا السجاد فرشته، بس قبل ما افرشه كان ولادي خليتهم كنسوا الحتة ديت، يعني خليتهم كنسوا يا جماعة الحتة اللي انا هغسل فيها السجاد، وشوية مية كده رشيناهم فيها وقمنا فرشين السجاد. جبت كيس اكس ب10 جنيه، والله العظيم ما في غير كده. وريت كيس اكس ب10 جنيه، وريت صابون سايل اللي هو منظف المواعين يعني، ومش من الغالي كمان، يعني من اللي هو العادي. وجبت ازازه كده كلور. عامه كيلو الكلور انا ما جبتوش من زمان، لان انا بجيب الكلور المركز وبحله عندي بعمله. معرفش الازازه دي ب5 جنيه ب6 جنيه، معرفش بصراحه، معرفش كيلو الكلور بكام. فكده العملية لما جمعتها معايا ما جابتش 20 جنيه، وفضل كمان منظفات غسلت بيها هدوم بعد كده كمان. جيت بقى وجبت الطشت الكبير عندي وحطيت فيه علشان احط فيه الكلور والبرسيل والصابون السائل، واعمله في بعضه. مش هفضل كل لما اجي اغسل حاجه اقوم حاطه عليها. وبدات بالفرشه زي ما حضراتكم شايفين، احط ميه، وبدات بالفرشه ان انا ايه، اغسل كويس الحته اللي عليها البقعه. بيبقى معاكي صابونه بيضه تدعكيها بيها، تمشي الصابونه البيضه على حته السجاده وتقومي تغسلي. بصوا انا فضلت طول اليوم بصراحه فوق السطح، علشان ما اكذبش عليكم، لان ماما كانت طلعت برضو المفروشات بتاعتها، قالت بما ان في احنا كده كده بنغسل، فطلعت المفروشات بتاعتها. كده بتعملي ايه يا رفيه؟ الخزان ده انا حابه ان انا اصفي عليه عشان ما اصفيش في الجرن بره على السكه يعني، والناس تتزحلق. احنا انا كان اللي بخليني اودي المغسله، مش ان انا بودي المغسله كسل يا جماعه، انا ما كانش عندي مكان ان انا اغسل فيه، وكنت لما اجي اغسل على السطح كان جارنا بيزعق لما الميه بتنزل في الجرن. فيعني ايه، ما بقتش، كان بيزعل قوي لما الميه تنزل في الجرن. فما بقتش ارضى ان انا اغسل فوق، يعني بقيت ان انا اودي المغسله، لان ايه، ما ينفعش ان احنا نأذي جيراننا. وبدل هو مش حابب، هو عامه مفيش بيت ولا في اي حاجه، بس بدل هو ما هوش حابب ان احنا ننزل ميه في الجرن، فخلاص خلاص يعني مش ايه، ملهوش لازمه ان احنا نزعل جيراننا. لان بصوا يا جماعه احنا ملناش الا بعض، يعني كجيران ككده كاهل ملناش الا بعض، فملهوش لازمه الزعل، وملهوش لازمه ان احنا نشوف جارنا او حد قريب مننا بيزعل من الحاجه دي فاحنا نعملها. لا، ملهاش لازمه خالص، لان احنا اصلا يعني احنا ضيوف على الدنيا، فخلينا ضيوف، يعني ناس عقل كده والناس رزينة تحكم الامور وبعدين يحلى ربنا. طبعا المية دي رفية نازلة فين؟ لا، المية دي يا جماعة نازلة في البلاعة. هو اللي ببلط وهو بيعمل السيراميك عامل بلاعة، فده كويس. طبعا انا كده هبطت، فقلت لعيالي ايه، تعالوا بقى اغسلوا له الحفظة ديت. هي ماهيش يعني ايه، مش نظيفة قوي، لا هي بصوا يا جماعة انا حاجتي بغسلها على طول، فما بتوصلش للي اعزكم الله يعني اللي هو الاتساخ الجامد، لا ما بتوصلش كده بصراحة، يعني انا ما بوصلهاش لكده. مفروشات سراير بطاطين اي حاجة عندي انا ما بوصلهاش لكده. يعني ممكن عندي الستارة دي انا شكيت فيها ان هي مش نظيفة او كده، او الستاره اللي عند باب المطبخ والحمام مش نظيفه، فبقوم ايه غسلها على طول، يعني مش بستنى اي حاجه. بحس ان هي خلاص، حسيت ان هي كده خلاص ما بقتش نظيفه، حتى لو بعد يومين. لو بعد يومين يا رفيق، ايوه طبعا لو بعد يومين، لان انا عندي ولاد بيلعبوا بينزلوا الشارع وبيطلعوا، فشيء طبيعي عندي ان انا لازم غسالتي تشتغل كل يوم، لازم اشوف الحاجه اللي مش نظيفه عندي اغسلها. الحاجه بتبوظ من الغسيل؟ لا، الحاجه مش بتبوظ من الغسيل بحافظ على الحاجه. نصيحه مني ليكي، يعني الغسيل اللي يقولك
اللي يقولك الحاجة بتبوظ الغسيل، لا يا حبيبة قلبي، الحاجة مش بتبوظ الغسيل. انت لما تقعدي وحتتك رايقة حواليكي وحاسة ان هي نظيفة، غير لما تقعدي وتسيبي الحاجة تنظيفة شتاء، لا تنظيفة صيف، لا تنظيفة دخلة عيد، لا مش عارفة، كل يوم بيعدي على الناس هو كويس فهو عيد. فنحافظ على شققنا ونحافظ على حل الحصر. كده مشيت عليها بالمقشة، وده المية زي ما قلت لحضراتكم انا مالية الطشت، والحنفيات دي بحط فيها الخرطوم. اقوم مشطفة بيها، لان انا بحتاج كمية مية كبيرة للتشطيف، مش محتاجة شفشق ولا 2. بقوم جايبة بقى كده واقوم غاسلة على طول وافرش، او غاسلة بالمقشة بالفرشة على طول وانا واقفة كده واغسل. فضلت اغسل فيهم من بعد الخطبة. يعني انا طلعت فوق، سمعنا الخطبة وكده، وكنا في استعداد لعند الخطبة ما طلعت، يعني بستعد كده لعند الخطبة الناس ما طلعوا من الجامع، وبدأت ان انا اغسل. طبعا غسلت شوية وقمت نازلة، طبعا جهزت اكل لولادي وكده وغديتهم، وكان ابني الصغير هدوم اتبلت غيرت له واكلته ونومته مع اخته، وطلعت كملت. لو انت وصلت معايا في الفيديو اللي عندي دلوقتي، ما تنسيش اشتراك وتفعيل زر الجرس، ده فضلا طبعا من حضراتكم الله يصور، وتعملي لي لايك للفيديو ده لو الفيديو عجبك. ولو انت عندك حاجة بقى تعمليها قومي اعمليها، ما تقوليش بكرة هعمل، صدقوني بكرة بيجي بهمومه وبيجي بمشاكله. ويعني بصوا بكرة بيجي بكل حاجة، يعني النهاردة أحلى من بكرة، صدقيني اليوم اللي انت عايشاه أحلى من بكرة. بكرة ده بيجي كده، يعني ايه، همومه بتبقى أكبر من اليوم اللي قبله، بتزيد عن اليوم اللي قبله. الحمد لله الحمد لله، نحمد الله على كل شيء. كده بقى كان عندي برضو الغسالة، وكان عندي بوفيه كده كنت بربي فيه طيور، بتربي في بوفيه طيور، كان هو يعني ايه مش كان كويس قوي يا جماعة. فقلت ايه ان انا بحضن فيه، كان اول ما اتعزلت كده يعني كنت بحضن فيه فراخ، وكنت بربي فيه وتربيت فيه احلى تربية كمان. فقلت اغسله برضه، هطلعه بما ان اليوم كده كامل فهطلعه. طبعا السجادة اهوت بغسله زي ما حضراتكم شايفين اهو، وده ابن طبعا كان طبعا قبل ما اغير له. بدأت ان انا اهو شوف يا جماعة بقى كده الحنفيات زي ما قلت لكم اهوت بملاها مية، بحط فيها الخرطوم واقوم عاملة وغسلة ظهر السجادة كويس. والبتاع عندك مكان فوق السطوح، قومي اغسلي سجادك فوق السطوح. وبصي مش تطلعي النهاردة وبكرة هتكسلي، يعني انا كنت بغسله تدريجي ده في الشقة، انما لما ايه بس ما كان عندي الحمام بتاعي ضيق، ما بعرفش اغسل فيه كويس يا جماعة. باجي بقى اغسل في الصالة، فالصالة بتتبهدل مية عندي، بتتبهدل مية خالص يعني. فكده هوت حماتي قالت لا انا هعمل بالمساحه، قلت لها لا ملهاش لازمه المساحه، قالت لا هسحب بالمساحه، قلت لها لا ملهاش لازمه، انا بشوف الناس تسحب بالمساحه وكده، فانا يعني ايه انا بشطف كويس، فالمساحه تعبتني وما يعني ما حبيتهاش، فانا بحط على الخزان زي ما حضراتكم شايفين، بحط على الخزان واقوم جايه مشطفه كويس واسيبه يتصفى شويه وارجع احطه على السور، هوريه معاكم يعني. انا بستعد لغسيل السجاد ده، انا قلت لكم بقالي اسبوعين تقولوا كدابه، يعني انا بقالي اسبوعين والله العظيم كل يوم اقول بكره، ابني بيقول لي كل يوم بتقولي بكره، مش كل يوم بقول بكره، بس والله يا جماعه انا كنت بقى يعني ايه على ما اخلص غسيل واخلص ولادي واخلص الطيور اتلاقي العصر اذن، على ما برضه اخلص مصلحتين كده في العصر يعني اتلاقي المغرب اذن، فما كانش ينفع. فبعدين بقول انا عايزه ابدا، بقول لسلفتي انا عايزه ابدا في يوم من الصبح لغسيل السجاد، قالت فعلا انت لازم تبداي من الصبح، لان اليوم العصريه ما فيهاش حاجه مش هتقدري تكملي بيها. بفرش الحصر ديت بفرش الحصر دي يا جماعة علشان ايه، الحصر اللي هي الحاجة اللي مش نظيفة بغسلها بحطها تحت السجاد تبوش، يعني بفرش الحاجة كده تحت بعضها تبوش تقوم تسهل معاكي. لو انت بقى عايزة تخمري ايوه خمري عادي، حط شوية برسيل على شوية كلور في الطشت وقومي جاية فرشة الحاجة بتاعتك وقومي مخمرة. شايفين كمية الغسيل اللي احنا غسلناه النهاردة؟ ما شاء الله غسلت يعني كمية حصر
بس والله العظيم كنت نايمة مرتاحة ان انا غسلتهم اهوت، والموكيت وطلعت دراج التلاجة بالمرة غسلتها، والمشايات وكله غسلت كله يا جماعة والله اهوت ما شاء الله شايفين. والكراسي ديت كانت في شقة سلفتي، رحت جبتها تقعد معايا شوية، لان ادعوا لها يا جماعة ربنا يشفيها يا رب، لان عندها عملية. هي بقول لها اديني وشك، قالت والله نفسيتي مش كويسة، قلت لها لا اديني وشك وان شاء الله هيدعولك، وان شاء الله ربنا هيفك كربك ويشفيك ان شاء الله رب العالمين. ادعوا لها يا جماعة ربنا يشفيها ويصرف عنها، لان والله العظيم هي يعني بصوا استوت يعني، هي تعمل العملية قبل 6 شهور العملية بترجع تاني. الناس ما هيش عارفة ديت غلطة طبيب ولا هو يعني ايه بالظبط. يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لبناتها يا رب، ويخليها لشبابها، اللهم امين يا رب العالمين. دعواتكم لها يا جماعة. وادي كده الحاجة هيت، وكان المغرب كده أدن، يعني كان المغرب كده بأدن اهوت ما شاء الله. وده كده حبيت اوريكم الزرع بدأ ينام، بقول لعيالي الزرع بيجي على المغرب وينام شايفين. وسبت الحاجة بقى تتصفى علشان سبت الحاجة تتصفى يا حبايب قلبي، علشان الصبح تبقى سهلة عليا في النشير، ما تاخدش ساعتين، يعني الحصر ما تاخدش ساعتين، والسجاد ينشف على قد ما ينشف. لو روتين عجبكم النهاردة يا ريت ما تنسوش اشتراك، وما تنسوش تفعيل زر الجرس، وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا من حضراتكم وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.